واحد البريوش بالشوكولا، ما نحكي لكمش على شكل سويس. هو سويس وحده، هذا بريوش، هذا بريوش مقطن بدون يعني زبدة التوريق، وجاي هبل. هاهو شوف، والله يبارك بسم الله ما شاء الله، وهو بريوش ماهوش سويس. سويس وحده والبريوش وحده. شوف يديك الخفة، شوف يديك الطراوة، شوف يديك التوريق، والله تقولي سويس. هاي تبي معايا طريقة التحضير؟ هيا مرحبا بيك، تبعي معايا. مقاديري سهلين ماهلين. عندي زوز بيضات، كاس تاع حليب، مغرف صغيرة خميرة تاع جاتو، مغرف ونص خميرة تاع الخبز، وتاني كيف كيف فنجال تاع زيت. الفنجال تاعي يهز 6 مغارف نتاع الزيت. هنا نروح نحكم الحليب تاعي رايحه ندفيه. بعد ما دفيته هيا نجيبو لهنا. شوفوا باش ندير لكم القياس قد بنفسه. راح ندير ماء. الملح اول مره ما نضيفش الملح، نضيف الزوز بيضات تاعي. وما نساوش السكر راح نحط 3 مغارف تاع سكر العادي. نزيدو نضيفو لهنا 2 مغارف تاع العسل كيما راكي تشوفي معايا. وكيما قلت لكم الملح مش راح نضيف لهنا مغرف تاع الخل الابيض، ونخلط مليح. ونزيد نضيف معاهم تاني كيف كيف ماء الزهر. راح نضيف 2 مغارف كبار ماء تاع زهر. لهنا مادام ضفت الماء، كاس تاع الماء والكاس تاع الحليب و2 بيضات هذوك، نخلط مليح بدون الملح. ما نضيفش المره الاولى الملح. ندير لهنا الخميره تاع الجاتو، مغرف صغيره هذيك اللي ياكلوا بها الجاتو. ورايحه نحط العسل 2 مغارف كبار تاع عسل. تجيك واحد البنه روعه، توكلي ما تشبعيش. نضيف لهنا الزيت، ولكن راح نضيف حوالي 4 مغارف تاع زيت كبار يكونوا. والماء الزهر راح نضيف 2 مغارف كبار ماء الزهر. انا درت هذاك بوشون يهز لي 2 مغارف كبار. نضيف الفارينه تاعي ونخلط جيدا. حطيت حوالي كاس هكاك تاع الفارينه. هنا راح نخليها تخمر، يضاعف شويه الحجم تاعها مده 10 دقائق ما نزيدش. بعد ما تخمر لي نروح نزيد الفارينه. انا هزت لي تقريبا كيلو تاع فارينه، لازم تكون تتلصق هكا في اليدين. هذا مكان. وزيدوا لها الملح، حاجه باينه. المره الثانيه زيدي لها الملح وخليها تقعد تخمر. بعد ما خليتها تخمر نروح نهبط لها هذاك الخمور، ورايحه نحط في البلاطو تاعي كما قلت لكم راهي تتلصق. نحط لهنا هذاك الفارينه تاعي وندير كويرات باش نورقها. انا السويس ما نعملوش كيما هكا، نعملو على شكل يعني اخر ونعملو بطريقه اخرى. ولكن صدقوني واحده البنه خارقه للعاده. اني قلت لكم هذا البريوش تحبي تحشي كيما تحبي انتيا. نحكم ندير كويرات كيما هكا كيما راكي تشوفي. جاوني 5 كويرات باش نورقهم. دوك تشوفي الخلطه اللي راح نديرها نجمي انتي تعملها في السويس هديه. نزيد هنا زدت خليتهم يخمروا. نجيب الخلطه اللي درتها. واش عملت فيها الخلطه؟ عملت حكمت زبده تكون دايبه، مش دايبه ياسر، يعني تكون بحراره المطبخ. تحطي معاها مغرف تاع نشا، تحطي معاها مغرف صغيره تاع الخميره تاع الحلوى، مغرف صغيره اللي يحركوا بها القهوه. هنا كي شغل ولات لي اون كريم ندهن بها هذيك الطبقات. راكم كيما تعرفوا ماهيش كيما زبدة التوريق تكون قاصحة هكا شوية هادية، لا
ونحكم ندير الطبقات هذوك. انا درت 5 طبقات كامل، ومن بعديك باش تشوفوا معايا كيفاش نشكلهم. تعطيك واحد الخفة هذه الخلطة والبنة ما نحكي لكش. اني قلت لكم انتي تعودي مزروبة ولا حاجة ما تعمليش هذه، ديري مكويرات وحطيهم طول. هاي ليكم نعمل طبقة وراء اختها حتى نكمل الطبقة تاعي اللي درتهم. بعد ما حطيت هادو كامل كملت وجدتهم، رايحة دركا رايحة نطرحها كاملة، بقت لي غير واحدة رايحة نطرحها كاملة وربي فوق منها الشوكولا. انتوما كيما حبيتي تعملي كونفيتور يعني مربى مشماش تجيك تاني تهبل، تحبي تعملي فيها كريات الشوكولا، تحبي كيما حبيتي انت. عن بالكم واحد البنة ما تحسيه احسن من السويس، بنة ولا اروع. هنا جبت لاراب تاعي، جبت الشوكولا تاعي، اي شوكولا عندك ديري. تحبي تشري شوكولا رخيصة اشري شوكولا رخيصة نورمال وديريها. انا هزيت 100 غرام عفوا 200 غرام شوكولا هنا كاملة وزعتها كومبلي. ودركا راح نلوي. هنا راني لويتها كيما نقولوا وقصيتها على الوسط، ودركا قاعدة نقسم بالخيط كيما راكم تشوفوا فيا. سامحوني الصورة يعني قريبة، واللي حضروا معنا في اللايف هم شافوا الطريقة كيف ما هاي بالخيط تاع الابرة هذاك. بعد درت انا باش نعدلك تشوفي التوريق ويلا وين بدون زبدة التوريق. رايحة نديرو، حطيته خليته يخمر. شوفوا كيف ما هذا بريوش على شكل سويس. راح تديريه ماكش راح تندمي، انا متاكده. تحبي تديري الشكل هذا ولا شكل اخر؟ نجيب الاصفر تاع العظمه وجبت معاها لا كريم ليكيد ولا حليب كيما تحبي انتيا، وزدت معاها العسل 2 مغارف او 3 مغارف تاع العسل. عبالكم هذه الخلطه تزيد تعطيك خفه اكثر ويجي بنين. بعد ما خمر لي كل شيء راح نحطوه في الفور. بعد ما حطيناه في الفور والله الله طاب. شوفي لي هذاك البريوش. لهنا ما تنسينيش باللي كومنتات باش تشجعيني.